المثل البلدي اللي عندنا احنا بقى بيقول يا فرعون ايه فرعنك. قال مش شايف حد في القارة كلها يلمني، واللي شايف نفسه يوريني نفسه. عليكم يا جمهور القهوة، يا رب تكونوا بخير ويا رب اكون وحشتكم زي ما انتوا وحشتوني. فيديو النهارده هو الفيديو اللي قبل ضربة بداية بطولة افريقيا 2023 على طول، وطالما قبل ضربة البداية يبقى لازم نتكلم عن اكتر حاجة تهمنا في البطولة دي، الا وهي منتخبنا القومي منتخب مصر. طبعا في فيديو النهارده انا مش هكلمك على تاريخ المنتخب عشان عيب قوي تكون مش عارفه، ولا هكلمك عن لعيبه المنتخب لان عيب قوي برضه تكون مش عارفهم. ده الاساس بتاعنا يا حبيب اخوك واكيد كلنا عارفينه. لكن اللي جاي اكلمك فيه النهارده هو فنيات منتخب مصر. روي فيتوريا بيلعب ازاي ومين اللعيبه الاساسيه اللي هيعتمد عليها، وجاي اقول لك عن توقعي الشخصي المنتخب الحالي باللعيبه الحاليين والمدرب الحالي يقدروا يوصلوا لحد فين، وهل يقدروا يحققوا فعلا البطوله الثامنه ولا الموضوع صعب. لكن قبل ما ندخل في موضوعنا عاوزك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تدعم حبيبك واخوك باللايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان ان شاء الله هنتفرج ونغطي مع بعض بطوله كاس الامم السنه دي كلها. ويلا بينا نخش في الموضوع. على طول نخش في الموضوع. البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني بيعتمد على تشكيلة 4-3-3 زي ما انت شايف كده. ده الشكل الرئيسي بتاع تشكيل المنتخب. التشكيلة اللي بنسبة 90% روي فيتوريا هيعتمد عليها هي انه هيبقى عنده في حراسة المرمى محمد الشناوي، الدفاع من اليمين للشمال هيبقى في الباك رايت عمر كمال عبد الواحد، وجنبه محمد عبد المنعم، احمد حجازي، والباك الشمال احمد فتوح. نيجي لنص الملعب هتلاقي عندنا بيلعب مركز 6 قدام الاثنين المدافعين محمد النني، والاثنين اللي جنبه في مركز 8 هيكونوا حمدي فتحي واحمد سيد زيزو. اما خط الهجوم فهيكون في الشمال عمر مرموش او تريزيجيه، وعلى الاغلب تريزيجيه. في قلب الهجوم هيكون مصطفى محمد، وعلى اليمين من غير كلام انت عارفه محمد صلاح. ده التشكيل زي ما قلت لك بنسبه 90% روي فيتوريا هيعتمد عليه. رايي في التشكيل انه كويس جدا ومناسب، وان كنت ارى انه بدل ما نعتمد على النني لان النني مش اساسي مع ارسنال ورجله مش في المباريات على طول وما عندوش حساسيه الماتشات، انا شايف ان حمدي فتحي ينزل يلعب مركز 6، ومركز 8 يكون عندك احمد سيد زيزو وامام عاشور، اتنين كويره ولاعيبه، وهيخلوا شكل وطريقه المنتخب في النواحي الهجوميه جميله جدا وممتازه جدا. وكمان في النواحي الدفاعيه هم اتنين لعيبه جامدين جدا وادائهم رجولي جدا في الملعب. التشكيل والاسلوب اللي قدامك ده فيتوريا بيعتمد عليه لما تكون الكره معانا ونكون احنا اللي بنهجم ونكون احنا اللي في النواحي الهجوميه بتاعتنا. في النواحي الدفاعيه الشكل بيختلف وبيتحول ل 4-4-2 زي ما انت شايف قدامك كده. هتلاقي من على الشمال تريزيجيه او مرموش سقط شويه لنص الملعب بدل ما هو قدام في الهجوم، وهتلاقي صلاح ضم جنب مصطفى محمد، وهتلاقي سيد زيزو فتح على اليمين عشان يقفل الناحيه اليمين مع عمر كمال. طبعا الاسلوب ده كويس جدا في الدفاع لانه بيخليك تقفل العمق باثنين لعيبه، وبيخليك تقفل الاطراف بالاثنين للاجنحه بتاعتك مع الباكات، وفي نفس الوقت بيخليك تضغط على دفاع الخصم باثنين مهاجمين وهم مصطفى محمد ومحمد صلاح. كمان هيريح محمد صلاح من النواحي الدفاعيه لانه يخلي احمد سيد زيزو يقوم بيها، ويديك فرصه كبيره في المرتدات ان انت تستغل سرعه صلاح بدل ما تهلكه معاك في النواحي الدفاعيه وتستغله في النواحي الدفاعيه، لا تخليه يضغط اكتر على دفاع الخصم وتستغله اول ما تقطع الكوره ان انت تلعب له الكوره ويتحرك وياخد المنتخب معاه لقدام. من ناحيه التشكيل فانا شايف ان الطريقه بتاعت فيتوريا دي مناسبه جدا، وانا شايف ان هي تقدر تفيد المنتخب ويقدر يستغل امكانيات كل اللعيبه اللي موجوده. ومن ناحيه الفنيات فاحنا عندنا لعيبه جامده جدا وامكانياتها عاليه جدا، تقدر تعمل حاجات كتير قوي على مستوى البطوله دي، وتقدر توصل بعيد قوي وتقدر تحقق التامنه ان شاء الله كفنيات. يفضل حاجه واحده وهي اهم حاجه، ازاي انك تلعب راجل في الملعب وتموت نفسك على كل كوره. ازاي تبقى نازل الملعب حاطط في دماغك انك تعمل انجاز لنفسك، ده رقم واحد، وانجاز لكل الجماهير اللي مستنياك. النقطة دي مهمة جدا. اللي عايز يفهم فرق في النقطة دي يبص على شكل المنتخب مثلا في البطولة بتاعت افريقيا 2019 اللي اتلعبت هنا في مصر، اللي المنتخب فيها كان شكله سيء جدا رغم الامكانيات، ويبص على نفس المنتخب ونفس اللعيبة في 2019 واللعيبه عندها روح وحماس ان هي تحقق حاجه، فقدرت توصل للنهائي وقدرت ان هي تتفوق على فرق ومنتخبات كبيره عندها امكانيات كبيره زي كوتيفوار، زي المغرب، زي الكاميرون اللي كانت بتلعب على ارضها.
زي حتى السنغال قدرنا نقف معاهم لحد اخر دقيقه ونوصل معاهم لضربات جزاء، لكن ما كانش في نصيب وما كانش في توفيق. لو عندك روح ولو بتلعب راجل في الملعب ال 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك وتوصل بعيد. اعتقادي الشخصي وتوقعي المنتخب ده ممكن يروح فين، انا شايف ان شاء الله اللعيبه بتاعتنا هتكون رجاله، شايف ان اللعيبه بتاعتنا ان شاء الله باذن الله تموت نفسها في الملعب، شايف ان المنتخب حالته حاليا احسن كمان من حاله المنتخب في 2021، شايف ان المنتخب يقدر يوصل بعيد، يقدر يوصل للنهائي، وان شاء الله باذن الله يقدر يحقق البطوله التامه. مش بعيده ابدا على ربنا سبحانه وتعالى انه ان شاء الله يكرمنا بالبطوله ديت، احنا نستحقها نستاهلها. منتخب كبير زي منتخب مصر حقق البطوله 7 مرات، ما ينفعش نبقى قاعدين بقالنا 14 سنه ما خدناش فيها البطوله يا رب. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا البطوله دي، ان شاء الله باذن الله نقدر نحقق البطوله دي، لان احنا كجمهور كلاعيبه ككل حاجه نستحق البطوله دي، وان شاء الله باذن الله نقدر نحققها، على الرغم ان في منتخبات قويه جدا في البطوله، لكن باذن الله نقدر نعمل حاجه. كل التوفيق يا رب للمنتخب الوطني، يرجع بالبطوله ويرجع بالكاس. اكتب لي في التعليقات رايك في روي فيتوريا والتشكيل بتاعه، ورايك المنتخب بتاعنا ان شاء الله باذن الله يقدر يوصل لحد فين في البطوله دي. وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تتابع معايا البطوله ونتفرج على البطوله سوا ونتابعها ماتش سواء ماتشات المنتخب او ماتشات باقي الفرق. والاهم من ده كله يا حبيب اخوك، اوعى تنسى اللايك والشير، ويا رب اشوفك بخير.